سنروي لكم قصة بعنوان نهار تزوجت بختي. يقول صاحب القصة: سلام، أنا عادل. اليوم غادي نحكي لكم قصتي وعلاقتي المحرمة بختي. في الصيف ديال 2005 كنت معروض الحفلة عند صاحبي أحمد بمناسبة الخطبة ديالو، وكان ضروري خاصني نمشي. نهار الحفلة كان بزاف ديال المعروضين، وكنت أنا بوحدي حيت في ديك الحفلة ما كنعرفش بزاف ديال الناس. وفي نفس الوقت كانت نادية اللي هي الصديقة ديال خطيبة أحمد ما كتعرف حتى هي حتى واحد. وهنا أحمد غادي يدير أكبر غلط وغادي يعرفني عليها باش نتوانسو. من بعد التعارف بقينا هادرين وناقشنا جميع المواضيع، حتى ما عرفتش كيفاش داز الوقت مع نادية، وجميع الضيوف مشاو في حالهم وداز الحال. فاقترحت على نادية أنني نوصلها في طريقي، وحنا في الطريق خديت من عندها رقم التليفون وبقينا على تواصل كل نهار. كنبقاو داوين حتى ارتاحت ليا وارتاحيت ليها، ولينا كنتلاقاو كل مره. وفين كنتلاقاو؟ مره في البحر، في القهوه، ولا في اي بلاصه. المهم لقيت راحتي معها ولقات راحتها معايا. وجا النهار اللي خاصني نعترف بحبي ليها. اعترفت ليها بانني كنبغيها وباغي نتزوج بها اي داكشي. حتى هي اعترفت بداك الشيء اللي كتحس به. هذاك النهار بالضبط جيت فرحان، يعني واخيرا غادي نتزوج بالبنت اللي كنبغي. ونسكت ماما اللي كانت كل نهار كتقول لي امتى غادي تزوج. ملي خبرت ماما فرحات بزاف، وبقات كتسول شكون هاد سعيدة الحظ اللي غادي تزوج ولدها. وقالت لي ضروري نعرف هاد البنت ونشوفها قبل ما نمشيو لدارهم. وداكشي اللي درت. اتفقت مع نادية نتلاقاو في واحد القهوة، وملي مشيت انا وماما غير شافت نادية وهي تصدم. بقات غير كتشوف وهي تخرج برا بلا ما تهضر، وانا تابعه بحال شي حمار، وهي تبقى تغوت عليا ضروري خاصك ديني للدار. ملي كنا غادي للدار الطريق كامله وهي ساكته. غير وصلنا دخلات لبيتها وسدات عليها. انا يومين ما مشيت للدار، حتى تليفوني ما بقيتش كنجاوب فيه. حتى لواحد النهار كيجيني ميساج من عند اختي الصغيره كتقول باللي راها في السبيطار، ماما جاتها كريز حيت تخاصمات مع بابا. وملي جيت لقيت اختي الصغيره كتبكي حيت ماما دخلوها كوما. دوزنا نهار كامل في السبيطار انا واختي، وبابا ما ليه اثر. وحنا كنتسناو ماما تفيق. قال لنا الطبيب سيروا للدار ترتاحوا، واذا كان شي جديد غادي نتصلوا بكم. ملي جينا للدار دخلت لبيتي نرتاح حيت يومين ما نعست. حتى كنلقى كاميرا فوق فراشي، هزيتها وفتحت شنو فيها. لقيت ماما دايره ليا فيديو باش نشوفو كتخبرني فيه هذه اختي، وان ماما ماشي هي ماما الحقيقيه، وانها بدلاتني نهار تزاديت. عطات الام النادية الحقيقيه الفلوس باش يتبادلوا بولادهم، حيت الولد اللي ولداتو ماما كان ما يقدرش يمشي، ونادية عندها خوها صلاح ما يقدرش يمشي فعلا. وفهمت ان صلاح ماشي خو نادية، ونادية اختي انا. ومن بعد ما سجلت ماما الفيديو خبرات بابا بالموضوع، وهو قال بانه غادي ديكلاري بها وبالام ديال نادية، وكذلك بالفرمليه اللي عاوناتهم. دابا انا شهرين باش غبرت حتى واحد ما عارفني فين، ونادية غبرت عليها بدون ما نشرح ليها، وفضلت انني نبقى ساكت وما نعذبهاش كيف كنت عذب انايا.